هتعمل ايه لو مطلوب منك توصل لحاجة محدش غيرك مؤمن بيها؟ دي حكاية فيلمنا النهاردة، فيلا بينا. بيبدأ الفيلم بمدينة اسمها بالتز، وتقدر تقول كده انها مدينة سحرية. حتى اهلها كان السحر بالنسبة لهم الطريقة اللي بيستمتعوا وبيتسلوا بيها، بس بسبب الحرب المدينة ما بقتش سحرية وغطتها الغيوم. حتى الناس اللي فيها ما بقوش مبسوطين زي الاول. وهنا بنشوف بيتر عايش مع لوتس الجندي اللي كان له خبرة مش قليلة في الجيش. فكان بيقول لبيتر ان حظه حلو انه يتيم، عشان ده مخليه مختلف عن اغلب الناس اللي عندها عيلة، وده كمان يخليه عنده مساحة من حياته انه يكون جندي. وبعدها بيتر بيروح السوق يشتري عيش قديم وسمك صغير، وده ما كانش بخل من لوتس، هو كان شايف انه كده بيخلي اسنانه اقوى وبيعوده على تحمل الجوع. لكن في يوم بيتر في السوق فلوسه وقعت منه، ولما جري وراها وقف عند خيمة مكتوبة عليها ان كل الاسئلة الصعبة ليها اجابات بس مقابل عملة واحدة. طبعا مش هوصف لك بقى كمية الاسئلة اللي جت في دماغ بيتر، وده خلاه يدخل الخيمة فورا. وفي اثناء انبهاره بالخيمة من جوه قطعته الساحرة وقالت له ان لوتس هينام جعان النهاردة، وده ممكن ما يخلكش مبسوط قوي. فاتخض بيتر وسألها انت عرفتي منين؟ فقالت له هو الخيمة والانوار الكتير دي ما يجوش معاك يعني ان انا ساحرة؟ وخيرته بين انه يبات جعان النهاردة ولا يفضل بقية حياته ما يعرفش الحقيقة. بيتر فكر كام ثانية كده، فالساحرة خافت لا يرجع في كلامه تاني، فقامت قايلاله خلي بالك هي عايشة. بيتر نسي العيش والسمك وطريق رجوعه واداها العملة. وقتها قالت له ان كل سؤال قصاده عملة، ولان بيتر ما كانش حيلته غير هي عملة واحدة، فكان مضطر يسأل سؤال واحد. سألها عن اخته الصغيرة اللي لوتس قال له انها ماتت رغم انه متأكد انه شافها وهو صغير. فقالت له انها عايشة، فلازم يفكر في السؤال اللي هيسأله عشان ما يندمش. قام سألها وصلها ازاي، وعشان هي ساحرة ولازم كلامها ما يبقاش مفهوم قالت له يمشي ورا الافيال، كلمة منه على كلمة منها. قالت له انا خلاص خدت فلوسي، روح بقى شوف لك فيلة. رجع بيتر للوتس اللي اداله كلمتين في جنابه بعد ما عرف انه ضيع الفلوس على كلام فاضي. بس بيتر قال له انها تعرف كتير قوي عنهم، وحكى له عن اخته اللي عايشه. فقال له كل ده مش حقيقي وعيلتك ماتت عشان انا معرفتش انقذ غيرك. وخلاه يجيب له كتاب كان بيحكي قصص خياليه، وحكى له عن صاحبه في الجيش اللي بيحب القصص دي علشان بيلاقي فيها راحته. ووقت ما حد خطف الكتاب منه بقى اشجع حد في الجيش، ده عشان يعلمه ان كل ما هيعيش مرتاح مش هيقدر يكون شجاع. ولان بيتر كان متعاقب المشاية العسكريه طول الليل، جاره ليو كان متضايق من الهبد، ولما نادى عليه حكاله عن اللي حصل له الصبح. فقال له يمكن تلاقي فعلا فيلة، وقتها يكون كلام الساحرة ده صح. في نفس الليلة بنتفرج على استعراض لساحر ما كانش شاطر خالص، وكل محاولاته السحرية فاشلة، وعشان يبهر الناس اللي حواليه بأي شكل قرر انه هيستعمل حيلة قوية ممكن تغير حياة بالتس كلها وترجعها احسن من الاول. فاستعان بواحدة من الجمهور، لكن للأسف التعويذة اتقلبت عليهم ووقع من السقف فيلة، وده اللي كان غريب عن الناس جدا لان مدينتهم ما فيهاش فيلة اصلا. بنبدأ تاني يوم واللي بيصحى فيه بيتر بعد ما كان بيحلم باخته، فنزل يدور على الخيمة وسأل الناس عليها، فقالوا له مفيش خيمة هنا اصلا وانهم مشغولين بوجود فيلة في المدينة ومحدش عارف هما جم منين، لكنه اتحبس هو والساحر. فبيجري بيتر فرحان عشان يقول لليو، فطلب يساعده عشان يوصل لاخته، ووعده انه هيقنعهم يفرجوا عن الفيل. ولما راح يقول للوتس رد بان كل ده اوهام ومفيش فيلة هتيجي عشان كده كده اختك مش عايشة. فقالوا انه مش هيسمع كلامه المرة دي وهيعمل المستحيل علشان يوصل لها. وزي ما قلت لكم ان الساحر والفيلة دول كانوا محبوسين، وزارت الساحر الست اللي وقع عليها الفيل عشان تتهمه بأذيتها لانها كانت مقتنعه انه قصدها، ووعدته انها مش هتخليه يخرج من السجن ابدا. المهم ليه يجهز نفسه وراح للاميره عشان يعرف مكان الفيلة، فقالت له انها مش هتقوله لان ده خطر عليه وعلى المدينه، ولو الموضوع زاد اكتر من كده هتضطر ان هي تخلص على الفيلة. بس عشان ليو دماغه دي الماظ جات له فكره حلوه جدا. بس قبل ما اقولك على الفكره اعمل لايك للفيديو وشير واشترك لو لسه ما اشتركتش عشان تشوف افلام اكتر. نرجع لفكرتنا مع ليو. عمل مفاجأة صغيرة للملك اللي كان معروف بدمه الخفيف زينا كده وحبه للمغامرات، وحكاله القصة وعرفه انه لازم يجي يشوف الفيلة دي علشان يتبسط. صاحبنا طبعا ما كدبش الخبر، في المغامرات ما عندوش ياما ارحميني، فطلب عمل حفلة واستعراض للفيلة كمان، واهل المدينة حضروا حتى الست اللي متصابة من الفيلة. لكن بعد كام دقيقة بس سلوك الفيلة بيتغير وبتبدأ تصرخ وتهبط في القصر، لدرجة ان من خوفهم كانوا هيضربوها بالنار لولا ان بيتر اتدخل وعرف يسيطر عليها. وكل ده عشان الألوان كانت مضايقاها. بس الأميرة شكرته على شجاعته وطلبت منه يعيش معاها عشان ياخد باله من الفيلة، لكن هو قال لها انه عايز ياخدها علشان يدور على اخته. الأميرة خافت عليه من خطرها، لكن الملك كان له رأي تاني وقاله طالما انت بقى حلو قوي كده هطلب منك كل يوم حاجة مستحيلة لمدة 3 ايام، والله لو عملتهم يبقى حلال عليك الفيلة، اما بقى لو انت ما عملتهمش هاخد فيلتي ويقدر ما دخلك شر. وما استناش حد يوافق وقال لهم اتفقنا، بكره عدي عليا زي دلوقتي وحارب اقوى جندي عندي. ليو ما سابش بيتر لوحده، ولانه كان كبير حراس القصر اخدوا يعلموا ازاي يحارب بالسيف وسابوا يتدرب الليله دي.
بعد ما اتأكد انه فاهم هيعمل ايه. وفي بيت صغير بنشوف بنوتة صغيرة اسمها أدل بتحلم بفيلة بتشيلها وبتوديها لمكان بعيد، وبيكون معاها في ست بتحميها من العالم وبتخلي بالها عليها. فبتحكي لها على الحلم، والست بتقول لها ان الفيلة كائنات جميلة بس تفضل في البيت علشان العالم مؤذي. بنرجع بعدها لبطلنا بيتر اللي دخل الفيلة علشان كان فاكر انها سحرية، وكان فاكر كمان انها بتحس وبتتكلم، فتقوله على مكان اخته، لكن الفيلة ما اتكلمتش وسابها علشان يكمل تدريب. وتاني يوم بتبدأ المعركة، وبيتصدم بيتر في حجم وقوة الجندي اللي هيحاربه، لكنه اول ما بيسمع اسمه بيفتكر حكاية لوتس الخيالية، وبيكتشف ان ده دشمنت الجندي اللي يقصده، فكان لازم يحاربه بس مش بالسيف، بالحداقة. فجري في المدينة لحد ما اتقطع نفسه علشان يجيب سمكة كبيرة تاكلها القطط، وينشغل لوتس علشان ياخد الكتاب من وراه، وبينجح في تغفيل لوتس فعلا وبينزل. ولما لقى دشمنت في وشه حاول يرويله الكتاب، وظهر الطفل الصغنون اللي مستخبي في شخصية دشمنت، واستسلم لبيتر وسط اندهاش أهل المدينة والملك. تفتكر كده طموحات الملك هتنتهي لحد هنا؟ طبعا لأ. قال له تعالى بكرة زي النهاردة بس عشان تطير. بيتر تنح كده وقال له أنا هازم جندي قوي وعامل قلق في المدينة وفي الآخر أطير؟ شوف لك حاجة تانية. لكن الملك اعتمد الكلام وما استناش ياخد رأيه. روح بيتر للوتس اللي كان هينفجر من غضبه بسبب فكرة الطيران دي، وأكد له إن لو فكر يطير هيموت زي أخته. الكلام كان قاسي جدا على بيتر فسابه ومشي. ولما قعد لوتس لوحده افتكر الحرب والست اللي كان معاها بيتر واخته، ففضل يلوم نفسه عشان ما خدش البنت معاه. وده حصل في الوقت اللي كانت برضو ست بالصدفة الباحتة بتحلم بنفس المشهد بعد ما خدت أدل المدينة عشان نفسها تتفرج على الفيلة، فبتصحى برضو تلوم نفسها انها ما خدتش بيتر معاها. بنرجع تاني للمكان اللي بيتر بينفذ فيه المستحيلات، وأثناء ما الملك كان رايح مع الأميرة استغرب إنها ما بتضحكش خالص، ففكرها دمها تقيل، لحد ما السواق قاله إنها ما بتضحكش من أول ما أخوها مات في الحرب. فالملك بيتجنب يسمعها إفيهاته اللي محدش بيضحك عليها غيره. وفي أعلى حتة من القصر بنشوف بيتر بيستعد للطيران، لكنه للأسف بيتزحلق لما رجله بتفلت، والناس بتبقى خايفة عليه جدا، ولأنه كان عارف إن كده ميت وكده ميت قال ما بدهاش بقى، وحاول يقف تاني لحد ما عرف. وفجأة بيرمي نفسه من فوق القصر، وقبل ما يلبس في الأرض بحاجة بسيطة فتح شنطته اللي كانت عبارة عن باراشوت. وطبعا يا عزيزي المشاهد الناس كلها كانت بتسقف وفرحانة ان هو عملها ابن اللذينة. حتى لوتس اللي كان لسه امبارح بيقوله هيموت وبتاع قاله انه كان متأكد انه هيطير، وفي ثانية غير كلامه. وسط كل الناس دي بتكون أدل واقفة فرحانة بشجاعة بيتر، ولما بينزل بيتر بيقول للملك هات بقى اللي بعده. فالملك بيفضل يفكر لحد ما بيجيله المستحيل الأخير، وهو انه يضحك الاميره اللي ما ضحكتش من سنه 90. بيتر ما كانش فاهم قوي يعني ايه ما ضحكتش من سنه 90، بس قال ما جاتش على دي. وبيتفقوا يتقابلوا تاني يوم والناس بتروح. قبل ما يروح بيتر كان بيهتم بالفيله، وبيقول لها انه هيكتب لها نكته وياخد الفيله وهو مروح وخلاص. بتقطعه أدل وبتقوله من خفه دمك قوي يعني، فبيحكي لها عن خفه دمه. وبتدخل الست اللي أدل عايشه معاها علشان هيرجعوا قريتهم الصبح، وبيحس بيتر بمشاعر غريبة بس ما بيفهمهاش فما بيهتمش. بنرجع شوية للساحر اللي في السجن، واللي بيقرر يعترف بالتعويذة اللي قالها مش عشان يأذي حد، بس كان عايز الناس ترجع تؤمن بالسحر تاني وتستمتع بيه زي زمان. وعلى ما خلص كان بيتر نايم في القصر وبيحلم بعيلة الفيلة، لكن ما بيلحقش يكمل حلمه لان مرات ليو بتصحيه عشان يقوم يقول النكته. ولما بيقوم بيتر بيقول نكته ما ضحكتش اي حد من الموجودين، وكانوا فاكرينها لسه ما خلصتش، بس الاميره عشان عايزه تحقق لبيتر طلبه عملت نفسها بتضحك. فالملك ما كلش معاه الجو ده، قال لها انت ادائك مش كده، فبيتر خسران. ومش هوصف لكم طبعا شعور بيتر لانكم اكيد عارفين. غضب بيتر خلاه ما يسكتش، وقال للملك انه كان عايز الفيله عشان يلاقي اخته، ودلوقتي هو عايزها عشان يرجعها لاهلها. الملك فكره بيهزر ورفض يطلع الفيلة. ومش كده وبس، ده أمر الحراس كمان يربطوها عشان ترجع معاه. وهنا بتخاف الفيلة جدا وبتحاول تدافع عن نفسها لحد ما بترمي حاجة غريبة من زلومتها على الملك، فالناس كلها بتسكت وبتبقى مصدومة من اللي الفيلة عملته. ولأن الملك كان منظره في نص هدومه ضحكت الأميرة على اللي الفيلة عملته، والصراحة بقى مش خسارة فيه، يستاهلها. وعشان الملك ما يحسش ان شكله وحش ضحك هو كمان. بس في وسط الضحك ده قال لبيتر يعمل لايك وشير للفيديو، لو نسي يشترك يفتكر. بهزر طبعا، ما قالش كده، انا بفكرك بس عشان تشوف افلامنا اللي جايه. نرجع للمهم، اخيرا الملك وافق يدي الفيله لبيتر، وكانوا محتارين ازاي يقدروا يرجعوها لعيلتها، لحد ما جت الفكره للعبقري الصغير، وهي كانت ان الساحر بس هو اللي يقدر يرجعها. الملك ما كدبش الخبر وبعت للساحر علشان يخفيها، بس خوفه من فشله المتكرر خلاه يرفض. بيتر قال له ازاي عايز ترجع الناس مؤمنه بالسحر وانت مش عارف تعمل ده، واقنعه انه يقدر يعمل حاجات كتير ما يتخيلش انه يعملها. وده كان ساب امل كافي للساحر، وبدات الناس كلها تتجمع علشان تتفرج على الفيله وهي بتختفي. حتى أدل ما كانتش عايزه تسافر قبل ما تشوف اللحظه دي.
بيتر ودع الفيلة اللي اعتبرها صاحبته لأنه كان شايف إن عيلتها أهم من صحوبيتهم، وفي الوقت ده الساحر كان بيقول تعويذته اللي استمرت لكام دقيقة بس، وكانت الفيلة اختفت علشان ترجع لعيلتها. وعشان الناس أمنت فعلا بالمستحيل، رجعت الشمس لمدينتهم والغيوم ما بقتش موجودة، ورجعت جميلة تاني زي ما كانت. طبعا أديل ما كانتش مصدقة اللي بتشوفه، وراحت لبيتر عشان تقوله إنه شجاع وقدر ينقذ الفيلة. في الوقت ده الحياة ردت لبيتر شجاعته، ولوتوس قرر ينزل من بيته أخيرا عشان يحتفل بيه، وجت الست اللي مع أديل عشان تروحها. فبيفتكروا بعض، وبيتجمع الأخ والأخت بعد ما افتكروا إنهم خلاص كده حياتهم انتهت، وبعد ما بيدوروا عليها كل الوقت ده من غير ما حد يعرف. وبيخلص فيلمنا النهارده لما بيرجع بيتر يعمل عيلة من تاني، بس المرة دي هيكون الناس والأفيال عارفاه. ونتقابل الفيلم الجاي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، وتعملوا سبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد، وكمان تعملوا لايك للبيج على الفيسبوك. وسلام.